مستقبل في صفاقس مستقبل زاهر. نظمت تنسيقية البيئة بصفاقس ندوة صحفية عبرت خلالها عن موقفها من آخر التطورات بخصوص ملف المجمع الكيميائي السياب. من 14 جانفي 2016 حتى اليوم 22 فيفري 2017 صاروا العديد من التحركات على مستوى إقليمي، على مستوى وطني، وعلى مستوى جهوي. تلاقينا مع الوزراء، تلاقينا آخر لقاء كان مع السيد رئيس الحكومة منذ 10 أيام، ولاحظنا اللي قد ما فما وعي من طرف السلطات اللي فما معضلة اسمها معضلة التلوث، معضلة السياب، معضلة التنمية المستدامة في مدينة صفاقس، قد ما فما تسويف من ناحية تفعيل القرارات هذه. هذا وتطرقت التنسيقية كذلك إلى موضوع حرمان الجهة من مجموعة المشاريع المبرمجة في المخطط الخماسي 2016-2020. من المشاريع اللي أردناها أن تكون يعني فاعلة هو خلق منطقة لوجستية، وهذه مهمة. أيضا الاعتناء بالميناء، وكأن الآن السلطة المركزية تريد أن تقبر ميناء صفاقس، واللي هو شرايين يعني اقتصادي مثل ما هو شأن المطار. يعني أيضا خلق يعني محطة نقل متعددة الوسائط في جهة صفاقس مع تنقيل محطة القطارات حتى توجد العلاقة بين صفاقس وتبارورة، ومشروع تبارورة اللي مازال معطل إلى حد الآن. هذه هي مشاريع يعني وتصورات كنا طرحناها في اللقاءات نتاع التحضيرية للمخطط، ولكن لم تؤخذ بعين الاعتبار. وفي إطار التصعيد والمطالبة بحقوق جهة صفاقس في العيش الكريم والبيئة السليمة، دعت تنسيقية البيئة إلى حشد جماهيري كبير أمام مقر ولاية الجهة الأربعاء المقبل تحت شعار يزي ما احناش مروحين. وقع الاتفاق على أنه يوم 22 سنعلن بداية التحرك أمام الولاية، تحرك ميداني كبير قابل لكل أنواع التصعيد. وهذه رسالة لكل أبناء الجهة باش نكونوا يد واحدة. الجهة هذه راهي مستهدفة، راهي مهمشة، يريدون القضاء عليها. فهل سيفعل قرار غلق مصنع السياب الذي يلقبه البعض بمصنع الموت، والذي تقدر مساحته ب5600 هكتار، وانطلق في النشاط سنة 52 و900 وألف، ويشغل 450 عونا مباشرا حسب ما أفادت به الإدارة الجهوية للمجمع الكيميائي بصفاقس؟